بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم ديما في مطبخ ربان. أهلا وسهلا بكم حبيباتي. اليوم رجعت لكم بهذا الوصفة نتاع البريوش. درت لكم وصفة خفيفة خلاص وسهلة، ويجي كما تشوفوا ما شاء الله خفيف بزاف في الداخل ومعمر بالشيكولا، ويجي خفيف ريشة كما راكم تشوفوا مليح. ثاني هذا البريوش ديروه في السحور للولاد ولا ديروه في رمضان. وش عندنا كاس تاع الحليب، وعندنا كاس تاع الماء. نحطهم في إناء ونزيد عليهم مغرفة تاع الخبز ومغرفة تاع عفوا المغرفة الأخميرة تاع الخبز ومغرفة تاع السكر وزوز مغارف زيت. نذوب الخليط هذا مليح ومن بعد نزيدلو حوالي نص كاس نتاع الفرينة، ونخلط الفرينة نتاعي مع الخميرة والسكر والزيت والماء والحليب ونخلط مليح حتى يندمج هذا الخليط مع بعضه، ونغطي عليه ونخليه يختمر حوالي 3 دقايق ولا 4 هذا مكان. ومن بعد نجي نحل عليه نكمل باقي المواد. هنا واش عندي بيضة نحيلها البياض ونخلي الصفار للتزيين كما شفتوا، يعني سهلة خلاص وما يهزلناش بزاف مواد، يعني في متناول الجميع. هنا عندي فاني وقشور البرتقال مع الفاني يعطي واحد البنة على الكيف لهذا البريوش. ونزيد هنا الزيت، درت 3 مغارف زيت، ونزيد السكر المغرفة الأولى والثانية والثالثة. حطيت يعني بالجملة حطيت 4 مغارف سكر، مغرفة حطيتها على الأول وزدت 3 حطيتهم على الآخر. البريوش لازم نديروه حلو كما تعرفوا، نديرو فيه السكر مش كما البريوش المالح. هنا درت مغرفة صغيرة تاع ديسير نتاع الملح وبديت نحط في الفرينة. حطيت الكاس الأول وحطيت ساشية تاع الخميرة وزدت الكاس الثاني والكاس الثالث نعمره ونخليه بحذايا حتى نخلط 2 كيسان ونص اللي درتهم قبل، ومن بعد نبدأ نحط غير بالنص، يعني ما نحطش كاس كامل. نحط الفرينة بشوي ونخلط حتى نشوف. هنا الملح كنت ما حطيتوش من الأول، عمرت المغرفة حطيتها حذايا بركة ومن بعد زدتها في الآخر. دركا كملت الكاس الثالث هنا هزتلنا 3 كيسان ونص اللي درناها على الأول خلاص، وجبت الكاس الرابع ثاني عمرته ونلوح منه بشوي ونخلط بالمغرف بهذا الشكل حتى يتهوى معنا الخبز تاعنا ما يجيش معجن، غير بشوي هكا ونخلط. طريقة سهلة ويجيكم أكثر من رائع كما شفتوه خفيف خلاص ومليح. كملت هنا الكاس الرابع، دركا نخدم بيدي ونشوف العجينة مازال تطلب مني الفرينة ولا بزيد عليها، هكا نهز بهذا الشكل ونخبط. هنا بغات نزيد لها شوية فرينة، زدت لها حوالي نص كاس حتى يجي القوام اللي نحبه. أنا نحبها تقعد تلصق في اليدين، نديرها عجينة طرية بهذا الشكل، نخليها ترتاح حتى تطلع ومن بعد نبداو نشكلوها. هنا عندي باكي شيكولا فيه 150 غرام، نقصو هكا على شكل هذا الأطراف، يعني باش ندير كل حبة ندير فيها حبة تاع شيكولا. جبت العجينة نتاعي بعد ما اختمرت هبطت لها شوية طليع وهزيتها حطيتها على سطح العمل، فرشت لها شوية فرينة ودخلت يعني طلعت لها هبطت لها شوية طليع وبديت نشكل فيها بهذا الشكل، نديرها على شكل مستطيل ونقطعها مربعات بهذا الشكل، يعني طرف هكا. وبعد هذوك الطرف نزيد نقصهم بهذا الشكل، نقصها كامل. وساعدت روحي بالفرينة، هي يعني العجينة راهي تتلصق في يدي، لازم نخدمو البريوش تاعنا بالعجينة اللي رطبة خلاص. نحكي بعد ما قصيتهم على شكل قصيتهم هكا طرف، وبعد كل طرف نقصو على 4 ونحكي ونخبز هذاك الطرف اللي يعني الصورة راهي باينة بهذا الشكل، ونحط فيها قطعة تاع الشيكولا وندورها. وهنا عندي ليمون هذو تاع الكيش راني دهنتهم بشوية زيت ورشيتهم بشوية فرينة، وندور العجينة تاعي بهذا الشكل، نخبزها شوية بهذا الشكل ونحط فيها قطعة تاع الشيكولا
ونكورها بهذا الشكل راه واضح في الصورة حبيباتي، ونحاول نوسع ونخلي باهي تهز لي ربعة قد قد بهذا الشكل، يجي لي على هذاك الشكل اللي شفتوه في الصورة، تجي على شكل وردة بهذا الشكل حبيباتي. نحاول نتحفهم هكا بيديا، ونزيد نخدم معاكم واحدة ثانية بهذا الشكل. وراح نقول لكم العجينة بعد ما قصيتها راني وزنتها كل طرف فيه 20 غرام ولا 22 غرام، ما تفوتوش هكا باه تجيكم الحبة تاعكم قد قد. هذه وزلتهم بعد يعني ما نعمرهم بالشيكولة، نزلهم نلقاهم يديروا 20 غرام الوحدة، يجيونا كيف كيف. من الأحسن توزنوهم يعني نستعينوا بالميزان بهذا الشكل حتى نكمل كامل البريوشات نتاعي بهذا الشكل حبيباتي. حاولوا ديما نوحوا يديكم في الفرينة باه ما تلصقش في يدكم، خاطر العجينة راهي تلصق وطرية. هاني هنا كملتهم، نزيد نكمل هذو كامل ونرجع لكم. دركا جبت هذاك الصفار تاع البيضة اللي خليته، خلطته مليح بالفرشيطة، ودركا هاني جبت بانس وندهن البريوش نتاعي بهذا الشكل. وهنا رشيت بشوية جنجلانية وشوية بالكاوكاو فيلي، وانتم عندكم يعني الاختيار كيما تحبوا ديروا. هنا الكوزينير تاعي راهي سخونة، حطيتهم طابوا حطيتهم الفوق وشعلت لهم لتحت حتى طابوا مليح لتحت، وزدت هبطتهم لتحت خلاص وشعلت عليهم. وهنا دهنتهم بشوية عسل، رشيت عليهم شوية سكر كلاصي. وهذا هما البريوشات نتاعي ووجدوا. أروحوا نشوفوهم في صحن التقديم كيفاه يجيو باهيين وملاح على الكيف. هذه هي هذا هو البريوش نتاعي. نتمنى تسيوه باش تشوفوا الشكل نتاعو وتشوفوا الخفة اللي فيه، وتشوفوا وتاكلوا الشيكولا اللي داخل هذا الكعبة. المهم حبيبتي هذه هي الوصفة السهلة والبسيطة، إن شاء الله تعجب لكم وتسيوها وتديروها لشهر رمضان مليح بزاف. هذا البريوش للسحور مع الحليب خصوصا اللي عندها الأولاد. وشكرا للمشاهدة، تبقوا على خير، باي باي.